السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله زي ما انتم شايفين كده شطبنا الصالون الكوربيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا في فيديوهين نزلوا قبل الفيديو دوت على شرح القعدة. طبعا ما شرحتش الظهر لأن الظهر أسهل من القعدة بياما، وأهم حاجة هي القعدة لأن هي فيها الشغل كله والصنعة كلها. طبعا اللي هيبص على الصالون هيقول ده سهل قاعده وتتدبس وخلصنا، لا طبعا ده فيها صنعه وفيها او اغلبيتها كلها صنعه زي ما انتم شايفين كده. طبعا القيمه اللي طالعه ديت فوق تقريبا ال5 سم ارتفاع. طبعا ده في سفنج تاني تحت منها، يعني سفنج معصور. طبعا دوت كثافه 40، طبعا هايبر بحيث اللي هو يبقى مرن، بس الهايبر اللي هو الكثافه بتاعته عاليه عشان يبقى محمل ما يبقاش طري جدا. يعني زي ما انتم شايفين كده دي كنبه ماشي، بحيث اللي هو اللي يجي يقعد يبقى في مستوى ما يوصلش الفخده بتاعته للعظم بتاع الصالون. نفس النظام الكرسي نفس النظام كده، يبقى اللي قاعد ما يوصلش للعظم بتاع الكرسي، ما يبقاش حازز على الفخده من تحت. اما انا لو انا عملته زي ما كان متنجد قبل كده، لان دوت متنجد قبل كده يعني انا مجدد. اما انا لو انا عملته زي اللي هو الاولاني عامل بسوى الخشب بالظبط او اعلى منه سنتي، طبعا اللي هيجي هيقعد هينزل تحت فهيخبط رجليه العظم ده في الفخده من يحز على الفخده. طبعا ده كده مش اصول شغل. اصول الشغل زي ما انتم شايفين كده كل حاجه ليها مقاس، مش اي شغل نشتغلوه خلاص. طبعا وعملنا الشريط الحرف زي ما انتم شايفين كده مع الظهر. طبعا اللي هيسأل على القماشة دي اسمها جبلان، في منها انواع ومشجر وسادة واشكال ياما. طبعا ديت كلها من الحراير والبوليستر، فعامله شغل في الصالونات بس. اما انا غير الصالون ما بتبقاش قد كده، هي شغلها صالونات بس زي ما انتم شايفين كده. وهسيبكم مع الفيديو. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.